أهلا بكم في أولى حلقات برنامج بين الحق والناس. البرنامج اللي بيحاول يقرب المسافات ما بين المصطلحات القانونية الجافة وحياة الناس اليومية. هنا هنحكي قصص قريبة من واقعنا، وهنناقش مواقف بتقابلنا كل يوم، وهنحاول نفهم مع بعض حقوقنا وواجباتنا بطريقة بسيطة وسلسة. في البرنامج ده مش هنتكلم بلغة المحاكم، لكن هنتكلم بلغة الشارع اللي كلنا عايشين، وهنسلط الضوء على قضايا شغلت الرأي العام، ونفهم مع بعض أبعادها بعيدا عن التعقيد، عشان نبقى دايما أقرب للحقيقة والوعي. استعدوا الحلقة مليانة تفاصيل مهمة هنجاوب فيها على أسئلة كتير ممكن تكون بتدور في بالكم. يلا بينا نبدأ الرحلة. أنا محمد المصري، وده برنامج بين الحق والناس. في عالم السوشيال ميديا مفيش ذرة خصوصية. كل صورة، كل بوست، كل محادثة ممكن تتحول لسلاح ضدك. النهارده قصتنا عن سلمى، بنت عادية زي أي حد فينا. كان يومها ماشي طبيعي لحد ما عملت كليك واحدة قلبت حياتها كلها. سلمى بنت عندها 23 سنة، شغالة في وظيفة بسيطة، ليها أحلام وطموحات، بتحب السوشيال ميديا زي كتير مننا، بتتصور، تنزل ستوريز، وتشارك تفاصيل يومها مع كتير ناس. وفي يوم ظهر لها طلب صداقة من شاب اسمه أدم، شكله وسيم، لبسه جميل، وحساباته كلها صور وشغلانة جامدة. قالت في نفسها هو طلب صداقة هيعمل ايه يعني، وقبلت الطلب. ومن هنا بدأت القصة. أدم كان لعيب، عارف يقول الكلمة اللي تفتح الباب، ويعرف يخلي اللي قدامه يحس انه مميز. فضل يضحك عليها بكلام من نوعية انت مختلفة عن كل اللي عرفتهم. أنا أول مرة ارتاح مع حد في الكلام بالطريقة دي. سلمى زي أي حد في مكانها للأسف صدقت. بدأت المحادثات تطول والثقة تكبر، لحد ما في يوم طلب منها طلب قال لها إنه بسيط، صور خاصة. سلمى في الأول رفضت، قالت له أنا مش مرتاحة للموضوع ده، لكن أدهم كان ذكي، قعد يطمنها ويضغط بكلامه. فضل يقول لها ده بيني وبينك لسه، وده دليل على الثقة اللي ما بيننا. وفي لحظة ضعف سلمى بعتت الصور، بس اللي حصل بعدها كان كابوس. بعد يومين جالها رسالة منه لو ما عملتيش اللي هطلبه منك الصور دي هتبقى عند كل الناس اللي تعرفيهم. وبدأ يتزعق ويطلب منها فلوس ويطلب انها تهرب. سلمى اتجمدت. ازاي؟ ليه؟ ده انا كنت واثقة فيه. ما كانتش عارفة تعمل ايه، تحكي لمين، تدفع له، تختفي، طب تحكي لأهلها. مئات الأفكار بتلف في دماغها، وكل فكرة بتخوف أكتر من اللي قبلها. لكن سلمى قررت إنها ما تسكتش. راحت على مباحث الإنترنت وحكت كل اللي حصل، قدمت بلاغ ووصفت كل التفاصيل وما خبتش حاجة. البحث بدأ والشرطة اتحركت بسرعة، وفي أقل من أسبوع أدهم اتقبض عليه. طلع مش بيعتز سلمى بس، طلع عنده ضحايا كتير بقى. اللي حصل مع سلمى مش موقف فردي، في ناس كتير زيها. بس الرسالة هنا واضحة، خليك واعي ان مش كل اللي بيظهر لك على النت صادق. الصور والمعلومات الشخصية بتاعتك هي خصوصيتك، ما تسلمهاش لأي حد مهما كان، وثقتك ما تديهاش غير للي يستحقها. ولازم تتعلم ان لو حصل لك موقف زي ده القانون موجود علشان يحميك، وما تخافش لان الخوف مش هيحل المشكلة. القصة دي مش بس تحذير، دي فرصة نفكر فيها مع بعض ازاي نحمي نفسنا في زمن الخصوصية فيه بقت ضعيفة. شكرا انكم كنتوا معايا في اولى حلقات بين الحق والناس. استنوني الحلقة الجاية مع قصة جديدة وحكاية تانية من السنة كلنا.